مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست ظلال التاريخ. اليوم سنفتح واحدا من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ الجزائر الحديث، ملف الجنرال سعيد شنقيحة، رجل تصفه بعض الشهادات بالضعف ويتهمه آخرون بالدموية، ويعتبره كثيرون رمزا لفشل المؤسسة العسكرية الجزائرية. معي في هذه الحلقة الباحث في الشؤون السياسية والتاريخية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة. بالفعل، الحديث عن شنقريحة هو حديث عن مرحلة كاملة من الخراب في الجزائر. لنبدأ من البداية. كثيرون يربطون بين اسم شنقريحة ومعركة أمجالة سنة 1976. ما الذي حدث هناك بالضبط؟ المعركة كانت بين القوات الجزائرية والمغربية على خلفية قضية الصحراء الغربية المغربية. سعيد شنقريحة كان ضابطاً مشاركاً في العمليات، لكن المفارقة أن أول علامة بارزة في تاريخه العسكري لم تكن نصراً، بل هزيمة شخصية. تم أسره من طرف الجيش المغربي، وبقي حوالي 6 أشهر في سجن أمكالة بالسمارة. هذه التجربة شكلت عقدة في شخصيته. لم يخرج منها رجلاً قوياً، بل رجلاً يحمل بداخله شعوراً بالانكسار، يحاول إخفاءه عبر العداء المستمر للمغرب. إذن يمكن القول أن بداية مسيرته كانت مرتبطة بالضعف لا بالقوة. بالضبط. بينما خرج قادة آخرون من المعارك بسمعة بطولية، عاد شنقريحة بسمعة الأسير، وهذا أثر على صورته لسنوات طويلة. لكن ما يثير الجدل أكثر من قصة الأسر هو دوره خلال العشرية السوداء. حدثنا عن تلك المرحلة. العشرية السوداء كانت الكارثة الكبرى للجزائر بين 1990 و2000. البلاد غرقت في الدم. في تلك الفترة كان شنقريحة جزءاً من مجموعة الجنرالات، وعلى رأسهم خالد نزار. هؤلاء يتهمون جميعاً بالمسؤولية عن مجازر بشعة، عن الاعتقالات التعسفية، التعذيب، وحتى الإعدامات خارج نطاق القضاء. شنقريحة لم يكن قائداً صاحب رؤية، بل منفذاً ضعيفاً لسياسة الحديد والنار. السعيد شنقريحة، الرجل الذي تقول صحف دولية إنه لم يرى مبتسماً، أحد كبار الضباط المتورطين في مذابح العشرية السوداء في الجزائر خلال الفترة من 26 ديسمبر كانون الأول 1991 إلى 8 فبراير شباط 2002، حيث ارتكب الجيش الجزائري انتهاكات مروعة بحق المدنيين. وهذه الحرب الأهلية خلفت نحو 200 ألف قتيل وخسائر قاربت 35 مليار دولار. وخلالها أرسل شنقريحة ورئيسه المباشر عبد العزيز مجاهد إلى قطاع العمليات في منطقة البويرة على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق الجزائر العاصمة. وكتب الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري حبيب سويدية في كتابه الشهير الحرب القذرة أن شنقريحة لوث سمعته كضابط وحشي بل متعطش للدماء خلال العشرية السوداء. وأضاف أنه خلال الفترة ما بين 1992 و 1994 تورط في ارتكاب عمليات اغتيال واسعة بحق المدنيين. الكثير من العائلات الجزائرية ما زالت تعيش صدمة تلك الحقبة. أجيال كاملة فقدت أحبائها. صحيح، عشرات الآلاف من المدنيين دفعوا الثمن. الجنرالات ومن بينهم شنقريحة لم يحاسبوا، بل على العكس استمروا في الصعود، وكأن الدماء لم تكن سوى محطة عابرة في مسارهم. كيف يمكن لشخصية بهذا الضعف وهذا التاريخ الدموي أن يصل إلى منصب رئيس الأركان؟ لأن النظام العسكري الجزائري قائم على الولاء لا على الكفاءة. شنقريحة لم يكن خطراً على زملائه الأقوى، لذلك تركوه يصعد. لم يكن قوياً بقراراته، بل كان مطيعاً، واجهة مناسبة لسياسات تخدم مصالح الجنرالات. اليوم يتهم بأنه أحد أسباب خراب الجزائر. تماماً. سياساته الفاشلة أبقت الجزائر معزولة إقليمياً، اقتصاده مشلول، وشبابه يفرون عبر قوارب الموت. هو رمز للفشل، من بداية الأسر في أمغالة إلى دماء العشرية السوداء، وصولاً إلى وضع الجزائر الحالي. إذن يمكن أن نقول أن قصة شنقريحة ليست قصة قائد، بل قصة رجل ضعيف ارتدى بزة الجنرال وأدخل بلده في نفق مظلم.
بالضبط، هو تجسيد للفكرة المرعبة أن ضعف القائد لا يدمر نفسه فقط، بل قد يدمر وطناً بأكمله. شكراً لك أستاذي على حضورك معنا في هذا البودكاست حول شخصية سعيد شنقريحة. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من ظلال التاريخ. تذكروا دائماً أن الأوطان قد تسقط ليس بأيدي أعدائها، بل بأيدي قادتها حين يكونون ضعفاء وفاشلين. شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.